أهلا بيكم سنة 5 ابتدائي، ومعانا النهاردة فيديو ال50 سؤال على أول درس عندنا في الترم الثاني بعنوان نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا. وما تنساش بعد ما تشوف الأسئلة بتاعتنا هتلاقيني سايبها لك تحت الفيديو على طول علشان تحملها وتطبعها براحتك. ويلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا بتقول ايه. أول سؤال عندنا أنا جايب لك سؤال الخريطة علشان نعرف إيه اللي مطلوب مننا في الخريطة على الدرس الأول. بيقول لي أنا عاوزك تعرف أهم 5 محافظات صحراوية مفهومش سكان، وتعرف فين مكان محافظة القاهرة وفين محافظة الإسكندرية وكمان محافظة الجيزة. ده بس اللي مطلوب منك في الخريطة في الدرس الأول، علشان لما يجي يقول لي رقم 1 محافظة جاذبة للسكان، طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا محافظتين جاذبة للسكان، القاهرة والإسكندرية. رقم 1 دي القاهرة، فابقى عارف مكان القاهرة. رقم 2 هنا كده دي الإسكندرية، يبقى لازم أعرف مكان القاهرة فين على الخريطة ومكان الإسكندرية فين على الخريطة. ليه؟ لأنهم من المحافظات الجاذبة للسكان. كمان عاوزني أعرف ال5 محافظات اللي هي محافظات الحدود الصحراوية، علشان ممكن يجيب لي أي واحدة فيهم ويقول لي محافظة نادرة السكان، زي ما عمل لي في رقم 3 هنا كده وقال لي محافظة نادرة السكان، أقول له دي محافظة جنوب سيناء. طب افرض كان جابها اللي فوقها، اقول له محافظة شمال سيناء. طب رقم 4 بيقول لك محافظة نادرة السكان برضو، دي ايه؟ اقول له دي الوادي الجديد. طب المحافظة دي فاكر ايه؟ مطروح. طب دي ايه؟ اقول له دي محافظة البحر الاحمر. المهم احفظ ال5 محافظات الصحراوية لان دي محافظات نادرة السكان، فلما يجيب لي اي محافظة فيهم ابقى عارف المحافظة دي ايه. طب رقم 5 بيقول لي مدينة مزدحمة جدا بالسكان. احنا عارفين في الدرس ان انا عندي مدينتين، مدينة القاهرة ومدينة الجيزة، دول اكتر حتتين فيهم زحمة. رقم 2 دي محافظة الجيزة. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا لازم نحفظ 8 محافظات على الخريطة. ال5 محافظات الصحراوية نحفظ اماكنهم، وكمان نحفظ مكان القاهرة ومكان الاسكندرية ومكان الجيزة. كده احنا عرفنا ايه اللي مطلوب مننا في الخريطة في الدرس الاول. بيقول لك بقى رقم ب، انا عايز اعلمك ازاي تحل سؤال ما العلاقة. ما العلاقة؟ ايوه بقى بيجي في كل الامتحانات. يعني مثلا لما يجي يقول لي ما العلاقة بين التقدم الطبي وعدد الوفيات، احل السؤال ده ازاي؟ اقول لك بص، العلاقة يعني بين حاجتين. التقدم الطبي تاخد تحته خط، ودي اول حاجة، وبعد حرف الواو عندك عدد الوفيات، دي رقم 2. يبقى انا عايز اعرف العلاقة بين الاتنين دول. طب اجابتها هتبقى ايه؟ اقول له التقدم الطبي والرعاية الصحية عملت ايه؟ اقول له ادت الى انخفاض عدد الوفيات في مصر. يبقى سؤال ما العلاقة عند حاجتين بجيب العلاقة بينهم، بقول له الحاجة الأولانية عملت ايه في الحاجة التانية. يبقى أنا لازم أحدد الأول الحاجتين اللي هجيب بينهم العلاقة، فباخد شرطة تحت الكلمة الأولانية وخط تحت الكلمة التانية اللي بعد حرف الواو. يبقى التقدم الطبي والرعاية الصحية أدى إلى انخفاض عدد الوفيات في مصر. طيب رقم 2 بيقول لي العلاقة بين عدد المواليد وتنظيم الأسرة. أقول له تعالى الأول ناخد خط تحت كلمة عدد المواليد، وده أول حاجة عندنا، وبعد حرف الواو تنظيم الأسرة أخد تحتها برضو خط. أنا عايز أعرف بقى العلاقة بين الاتنين. أقول له استنى، فاكر لما كنت بقول لك إن عدد المواليد بدأ يقل في مصر في الفترة الأخيرة لأن الشباب اللي بيجي يتجوز الوقتي بقى عنده وعي إنه ينظم الأسرة، يعني ما يخلفش أكتر من طفل أو 2؟ أيوة، يبقى أقول له انخفاض عدد المواليد بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة. كده أنا عملت إيه؟ كده أنا جبت الكلمتين دول حطيتهم في الإجابة، قلت له إن عدد المواليد انخفض، يعني انخفاض عدد المواليد بسبب إيه؟ بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة. طيب نشوف السؤال رقم 3 بيقول لي ما العلاقة بين العشوائيات، أخد تحتها خط، والهجرة برضه أخد تحتها خط. يبقى أنا عايز أعرف العلاقة بين أول كلمة وتاني كلمة، العشوائيات والهجرة. أقول له العشوائيات دي ظهرت لما الناس سابت المكان بتاعها في الريف وراحت عاشت في المدن، أو بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات. يبقى ظهرت العشوائيات بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات. أو عايز تقول ظهرت العشوائيات بسبب الهجرة من الريف إلى المدن؟ صح. يبقى سؤال ما العلاقة بحدد الكلمتين اللي عايز أجيب بينهم العلاقة، وأشوف بقى أول كلمة كانت السبب ولا كانت نتيجة للكلمة التانية. بس كده أنا حليت أسئلة ما العلاقة على الدرس الأول.
يلا بينا ندخل على تاني سؤال عندنا، وسؤال صح وغلط، وبيقول لي رقم 1: تعد مصر من أقدم الدول التي أجرت التعدادات السكانية. أقول له طبعا صح. طب رقم 2: يزداد السكان بشكل طبيعي في حالة زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات. اقول له صح. لما عدد الاطفال والمواليد يكتر والناس اللي بتموت تقل، ده معناه ان عدد السكان هيزيد. طب الزياده دي جت ازاي؟ اقول له جت بسبب ان المواليد اكتر من الوفيات، وانا قلت لك قبل كده ان دي اسمها الزياده الطبيعيه، اللي هي الفرق بين عدد المواليد والوفيات. تبقى الاجابه صح. طب رقم 3: يتساوى توزيع السكان على أرض مصر. غلط طبعا. ده أنا عندي مناطق فيها كثافة سكانية عالية جدا زي محافظات الوادي والدلتا، ومناطق بيقل فيها أصلا السكان زي محافظات الحدود الصحراوية. يبقى استحالة يتساوى توزيع السكان على أرض مصر. طب رقم 4: تعد محافظة القاهرة والإسكندرية من المحافظات طاردة للسكان. غلط. ده من المحافظات الجاذبة للسكان، يعني من المحافظات اللي الناس بتسيب أماكنها وتروح تعيش فيهم. علشان كده بقول على القاهرة والإسكندرية من المحافظات الجاذبة للسكان، مش الطاردة للسكان. طب رقم 5: يتركز معظم السكان في مصر في محافظات الحدود الصحراوية. غلط طبعا. معظم السكان بيتركزوا في محافظات الوادي والدلتا، أما محافظات الحدود الصحراوية بيقل فيهم السكان. طيب رقم 6: تضاعف عدد السكان 14 مرة في الفترة ما بين 1882 لحد سنة 2017. أقول له طبعا صح. طيب بالنسبة للسؤال رقم 7 عندي بيقول لي انخفاض عدد المواليد في مصر بسبب تنظيم الأسرة، يعني عدد المواليد بدأ يقل في الفترة الأخيرة بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة. أقول له طبعا صح. طب رقم 8: تحتل مصر المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث عدد السكان. غلط. ده رقم 3 إفريقيا. حتى رقم 9 بيقول لي تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد السكان. أقول له برضو غلط. احنا رقم 14 عالميا من حيث عدد السكان، قبلنا 13 دولة أعلى مننا في السكان. طب رقم 10: تنقسم الهجرة إلى هجرة داخلية وهجرة خارجية. أقول له طبعا صح، لأن عندي الهجرة بين المحافظات دي هجرة داخلية، والهجرة بين مصر ودول العالم دي هجرة خارجية. طيب رقم 11: الهجرة من مصر إلى ألمانيا تسمى هجرة داخلية. غلط طبعا. ليه؟ اقول له لان كده سافرت بين مصر ودولة تانية، تبقى دي هجرة خارجية مش داخلية. اما على الرقم 12 بيقول لي يهاجر بعض الافراد للبحث عن فرصة عمل افضل، يعني بعض الناس بيسيبوا اماكنهم ويسافروا بلد تانية او بيسافروا بين محافظة ومحافظة تانية علشان يدوروا على شغل احسن من الشغل بتاعهم. اقول له صح. طيب رقم 13: تظهر العشوائيات نتيجة الهجرة الخارجية. غلط. نتيجة الهجرة الداخلية. العشوائيات بتظهر بسبب انتقال الأفراد بين المحافظات أو بسبب الهجرة الداخلية مش الخارجية. أما على الرقم 14: توافر المياه العذبة وخصوبة التربة. المياه العذبة وخصوبة التربة من العوامل البشرية في توزيع السكان. أقول له غلط. ليه بقى؟ اقول له لان الميه العذبه والتربه الخصبه دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا في مصر، وكانت السبب في ان الناس يعيشوا في الوادي والدلتا، فدي عوامل طبيعيه. اما العوامل البشريه مثلا توافر الخدمات يعني المدارس والمستشفيات انا وانت اللي بنبنيها، فتبقى عوامل بشريه. اما المياه العذبه والتربه الخصبه من العوامل الطبيعيه مش البشريه. أما على الرقم 15 بيقول لي توافر المياه العذبة أحد أسباب تركز السكان في محافظات الحدود الصحراوية، يعني الناس بتعيش في المحافظات الصحراوية علشان عندهم مياه كتير عذبة. غلط طبعا. ده ندرة المياه أحد أسباب عدم تركز السكان في محافظات الحدود الصحراوية، لأن المية العذبة هناك قليلة جدا جدا جدا. طيب آخر سؤال عندي بصح وغلط بيقول لي تسعى الدولة المصرية لإعادة توزيع السكان بين المحافظات. مصر بلدنا الوقت بتحاول توزع السكان تاني علشان في مناطق فيها كثافة سكانية عالية جدا وفي مناطق ما فيهاش سكان. أقول له طبعا صح، بدليل إنها بتبني مدن جديدة في المحافظات الصحراوية وكمان بتوفر هناك خدمات. كل ده ليه؟ علشان تحل مشكلة الكثافة السكانية اللي موجودة في محافظات الوادي والدلتا. طيب رقم ب بيقول لي اكتب ما تشير اليه العبارات التالية. انا جايب لك شوية تعريفات وعايزك تقول لي ده تعريف ايه. بيقول لي مثلا رقم 1: زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة، ده اسمه النمو السكاني.
يبقى زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة ده ايه؟ النمو السكاني. طيب رقم 2، الفرق بين عدد المواليد والوفيات في فترة زمنية معينة، اقول له ده الزيادة الطبيعية. طب رقم 3، انتقال الافراد من مكان الى اخر، اقول له ده الهجرة. اما على الرقم 4، انتقال السكان بين المحافظات بس، اقول له دي هجرة، بس دي الهجرة الداخلية. اما على الرقم 5 بيقول لي انتقال السكان بقى بين مصر ودول العالم، اقول له دي الهجرة الخارجية. اما على الرقم 6 بيقول لي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها، ده تعريف إيه؟ أقول له ده تعريف الكثافة السكانية. الكثافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. طيب ندخل بقى على ثالث سؤال عندنا، وبيقول لي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، تضاعف عدد سكان مصر في الفترة من سنة 1882 لعام 2017 كم مرة؟ أقول له 14 مرة. طب رقم 2، انخفض عدد المواليد في مصر بسبب ايه؟ ايه السبب اللي خلى عدد المواليد يعني عدد الاطفال والناس اللي بتتولد تبقى عددهم قليلة جدا؟ اقول له تنظيم الاسرة رقم 1، وطبعا قلة الزواج المبكر. الزواج المبكر قل جدا، بس هو جايب لي في الاختياري تنظيم الاسرة، فهختار على طول تنظيم الاسرة. طيب ندخل على ثالث سؤال عندنا في الاختياري، وبيقول لي انخفض عدد الوفيات في مصر نتيجة ايه؟ اقول له نتيجة حاجتين، التقدم الطبي والرعاية الصحية. طب تعالى كده نشوف الاختياري، عندي هنا اهي التقدم الطبي، يبقى اختارها على طول. طب رقم 4، إحدى العوامل الطبيعية التي أدت لزيادة السكان في الوادي والدلتا. عايزك تقول لي حاجة طبيعية خلت الناس تفضل عايشة في الوادي والدلتا، وبسبب الحاجة دي ارتفعت الكثافة السكانية. أقول له هل توافر الخدمات؟ لا، الخدمات دي يعني المدارس والمستشفيات أنا وإنت اللي بنعملها. خصوبة التربة يعني عشان الأرض الخصبة؟ أقول له فعلا خصوبة التربة دي عامل طبيعي أنا وإنت ملناش دعوة بيه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلى التربة في الوادي والدلتا خصبة، يبقى هختار خصوبة التربة. طب رقم 5، تغير أعداد السكان بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة يسمى إيه؟ فاكر لما قلت لك في سببين للنمو السكاني؟ أيوه، فلما عدد السكان يتغير بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة ده اسمه النمو السكاني. طيب رقم 6، الفرق بين عدد المواليد وأعداد الوفيات، أقول له على طول دي الزيادة الطبيعية من غير ما أفكر. طب رقم 7، إحدى المحافظات الجاذبة للسكان، أقول له أنا فاكر إنك قلت لي في محافظتين بيجذب السكان، يعني السكان بيسيبوا المحافظات بتاعتهم ويروحوا يعيشوا فيهم، إيه هم؟ القاهرة والإسكندرية. طب عندي في الاختياري إيه؟ عند القاهرة، يبقى أختارها على طول. طب لو كان شال القاهرة وحط لي اسكندرية كنت برضو أختار الإسكندرية. طب رقم 8، النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها تسمى إيه؟ أقول له ده تعريف الكثافة السكانية. تعريف الكثافة السكانية النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. طيب بيقول لي رقم ب، اكتب تفسيرا واحدا. رقم 1، هجرة السكان من مكان إلى آخر. يعني إيه السؤال؟ إيه السبب اللي بيخلي السكان يسيبوا مكانهم ويروحوا يعيشوا في مكان تاني؟ أقول له للبحث عن فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة والتعليم. تاني، للبحث عن فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة والتعليم. طب رقم 2، اكتب تفسيرا واحدا، انخفاض عدد المواليد في مصر في السنوات الأخيرة. ايه السبب اللي خلى عدد المواليد مؤخرا يعني في الوقت الأخير ده بدأ يقل؟ أقول له بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة وقلة الزواج المبكر. تاني، بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة وقلة الزواج المبكر. طب رقم 3، انخفاض عدد الوفيات في مصر. السؤال ده مهم جدا، ليه عدد الوفيات في مصر بدأ يقل؟ أقول له بسبب التقدم الطبي والرعاية الصحية. أما على الرقم 4 بيقول لي ظهور العشوائيات في مصر. إيه السبب اللي خلى عندي عشوائيات في مصر؟ أقول له بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات، أو ممكن أقول له بسبب الهجرة من الريف إلى المدن. دي صح ودي صح، بس بالنسبة للمنهج بتاعنا بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات. أما على الرقم 5 بيقول لي تركز السكان بمحافظات الوادي والدلتا. ليه السكان يعتبر كلهم عايشين في الوادي والدلتا؟ أقول له علشان أسباب كتيرة جدا. أقول له بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة واستواء السطح وتوافر الخدمات وسهولة المواصلات. طب هو أنا لازم أكتب ده كلته؟ أقول لك لا، احفظ لك 3 بس، بسبب وفرة المياه العذبة وإيه؟ والتربة الخصبة واستواء السطح مثلا. طب رقم 6، ندرة السكان في محافظات الحدود الصحراوية. يعني ليه السكان قليلة جدا جدا في محافظات الحدود الصحراوية؟ أقول له بسبب ندرة المياه العذبة وعدم استواء السطح ونقص الخدمات.
تاني كده، بسبب ايه؟ ندرة المياه العذبة وعدم استواء السطح مش مستوي، ونقص الخدمات، مفيش خدمات هناك كتير. طيب بيقول لي اكتب نتيجة واحدة ترتبت على ما يأتي. رقم 1، هجرة السكان من مكان لآخر. يعني ايه؟ يعني ايه اللي حصل لما السكان هاجروا من مكان الى آخر؟ دي النتيجة. اقول له زيادة الكثافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان، وبالتالي ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات. طب انا مش عايز اكتب الاجابه دي كلها، اقول لك لو عايز تختصر الاجابه اقول له ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات. ايه؟ ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات. طيب رقم 2 بيقول لي تقدم الرعاية الطبية في مصر. اكتب نتيجة واحدة، يعني قول لي ايه اللي حصل لما تقدمت الرعاية الطبية في مصر. اقول له ادى الى انخفاض عدد الوفيات في مصر. عدد الوفيات قل في مصر بسبب تقدم الرعاية الطبية. طب رقم 3 بيقول لي الهجرة الداخلية بين المحافظات المصرية. يعني ايه اللي حصل بسبب الهجرة الداخلية؟ اقول له احنا لسه حلين السؤال فوق، ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات. طب لو عايز اكتب الاجابة كاملة اقول له زيادة الكثافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان، وبالتالي ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات. طب لو عايز اختصر الاجابة واجابتك صح 100% اقول له ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعد كده، وبيقول لي اكمل العبارات التالية. رقم 1، اكثر المدن ازدحاما بالسكان هما مدينة ايه ومدينة ايه؟ اقول له القاهرة والجيزة. طيب تنقسم الهجرة الى قسمين، ايه وايه؟ اقول له داخليه وخارجيه. طب رقم 3، تزداد الكثافه السكانيه في محافظات ايه؟ اقول له الوادي والدلتا. محافظات الوادي والدلتا فيها كثافه سكانيه عاليه جدا جدا جدا. طب رقم 4، من المحافظات الجاذبه للسكان محافظه ايه ومحافظه ايه؟ انا هنا ما بقولكش ازدحاما، انا بقول لك جاذبه للسكان، هتقوم قايل له القاهره والاسكندريه. طب رقم 5، تتمثل الزياده الطبيعيه للسكان في الفرق بين عدد ايه وعدد ايه؟ اقول له الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. لما بطرح عدد المواليد وعدد الوفيات بيطلع لي حاجه اسمها الزياده الطبيعيه. طيب اخر سؤال عندي بيقول لي اكتب مقترحا لحل مشكله الكثافه السكانيه في محافظات الوادي والدلتا. ما تقول لي كده مقترح نحل بيه مشكله الكثافه السكانيه. اقول لك بناء مدن جديده في المحافظات الصحراويه، وكمان توفير الخدمات. يبقى مقترحاتك ايه علشان تحل مشكله الكثافه السكانيه؟ اقول له بناء مدن جديده في المحافظات الصحراويه وتوفير الخدمات. وبكده نكون خلصنا كل الاسئله اللي مطلوبه مننا على اول درس عندنا. ما تنساش تحمل الاسئله دي من تحت الفيديو على طول. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.